الحلقة دي برعاية المجدوعي وكيل هيونداي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. عندهم أكبر صالة عرض لعربيات هيونداي، شنغان وبيجو. السلام عليكم، معاكم احمد خيري وده اكسكلوسيف ريفيوز. النهارده كعادتنا معانا عربيه من الصناعه الكوري هيونداي. العربيه اللي معانا النهارده عربيه مميزه، وانا نفسي ما كنتش متخيل ان ممكن شركه هيونداي تعمل عربيه باسم الانترا بالشكل ده. معانا العربيه النهارده الانترا لان المجهزه بموتور 2000 سي سي تيربو بيطلع 276 حصان وبضغط الزرار تخليهم 286 حصان. هنشوف ليه هيونداي عملت في العربيه دي بالشكل ده، وليه العربيه دي بهرتني انا شخصيا، ايه المميزات اللي فيها، وليه العربيه دي انا بعتبرها لعبه الكبار. نتمنى الحلقه تعجبكم، تعالوا نشوف مع بعض. الانترا الان لاين مميزه عن اي الانترا قبل كده. العربيه شكلها هجومي بشكل صعب، العربيه تحس ان هي مفيش فيها صدام اصلا من قدام، تحس ان هي مفتحه كلها على بعضها على الموتور، فيها ديفيوزر قوي جدا. العربيه بشكل عام فيها بادي كيت خطير جدا. يعني انا الصراحه وانا كنت ماشي بالعربيه كل واحد يوقفني يقول لي العربيه دي انت جايب البادي كيت بتاعها ده منين؟ شركه هيونداي منزله البادي كيت ده من المصنع. وش العربيه نزل على الارض وواطي، الخطوط الحمراء مديه منظر رياضي قوي جدا على العربيه. فتحات الشبكه ممكن تدخل ايدك لغايه الريتير من جوه، فتحات واسعه جدا. العربيه فيها انوار من قدام فول ال دي بالدي ار ال اللي شكله مميز جدا. الجنط 19 بوصه، والاول مره شركه هيونداي بتنزل كستاندرد كاوتشات ميشلان دايناميك سبورت 4 اس. دي من افضل الاطارات للتراكات، فيها جريب غير طبيعي، التماسك بتاعها قوي جدا. دي الاول مره تكون نازله في عربيه هيونداي من المصنع. العربيه فيها من الجنب هنلاقي فيه عتب قوي جدا بعلامه ان واللون الاحمر. العربيه اي حاجه فيها كروم ما عادش موجوده فيه، موجود معانا المرايات باللون الاسود والخطوط باللون الاسود. خلفيه بقى العربيه مبهره للغايه، فتحات شكمان مزدوجه مع ديفيوزر قوي مع فتحات قويه جدا. الانوار الفول دي بكامل العربيه من ورا مع سبويلر خطير جدا، والعربيه عليها بادج ان المعروف. العربيه من بره مميزه وشكلها رياضي صرف. ما كنتش متخيل فعلا ان شركه هيونداي تقدر تعمل حاجه زي كده في عربيه زي دي. نبدا نشوف موتور العربيه مع بعض. الاختلاف الجذري تحت الكبوت ده معجزه المانيه. الموتور ده موتور 4 سلندر تيربو
الموتور ده بيطلع 276 حصان، وبضغط الزرار بيزيدوا 10 حصان يبقوا 286، ويطلع 392 نيوتن متر عند 2100 لفه. الصراحه الموتور قوي جدا، يطلع باور ممتاز وعزم ممتاز، ومتوصل بناقل حركه دول كلاتش 8 سرعات ويت. اداؤه فوق الرائع. العربيه دي طبعا زي ما احنا شايفين فيها كمان نظام الالكترونيك سسبنشن، ده فيها تعليق راديو المساعدين بتاعتها كهرباء، بتقدر تتحكم في النشوفيه بتاعت المساعدين مع المنحنيات، ويوزع القوه بشكل كويس على الاربع عجلات. العربيه الانتر لين لاين من تحت هنلاقيها مختلفه زي ما احنا شايفين. هنلاحظ ان في هنا الكترونيك سسبنشن، هنلاقي هنا التحكم الالكتروني في المساعدين اللي قدام اليمين، وهنلاقي كمان التيربو حجمه كبير شويه. العربيه متقفله من تحت تقريبا بالكامل علشان الاير داينامكس. الشكمان 3 انش من اوله لاخره، طبعا مفيش علبه وسطيه، مجرد علبه صغيره كده كونفرتر، وبعد كده ستريت بايب للعلبه الخلفيه اللي فيها تحكم الكتروني زي ما احنا شايفين. ده التحكم الالكتروني علشان بيزود وينقص صوت الشكمان. ده طبعا التحكم الالكتروني في السسبنشن الخلفي. العربيه زي ما احنا شايفينها في الخلف مالتي لينك. العربيه فيها فرامل حجم الديستنس بتاعتها كبيره جدا زي ما احنا شايفين، والعربيه مميزه للغايه. ونبدا نشوف العربيه جوه مع بعض. الانترا الان لاين مش مختلفه كتير من جوه عن الانترا سي ان 7 العاديه، بس هنلاقي فيها كراسي رياضيه ببادج ان، كراسي مريحه جدا والتماسك بتاعها غير طبيعي. العربيه كمان فيها دريكسيون الان لاين اللي هنلاقيه سميك شويه، وفي زرار الان لاين يمين وشمال، وزرار الان جي اس اللي احنا بنقدر نزود بيه 10 حصان اثناء واحنا ماشيين بالعربيه. بيدينا 10 حصان لمده 20 ثانيه، وبعد ال 20 ثانيه بيحتاج 40 ثانيه عشان يعمل كولينج ان هو يبرد الموتور والتربو. طبعا العداد بتاعها عداد فيه امكانيات زياده كتير عن السي ان 7. هنلاقي فيها حاطين على العداد بتاعها صوره عربيه ان فعلا، الديفيوزر والسبويلر، تحس ان هي دي العربيه اللي موجوده. ناس تحس ان هم عالم فاضيه. اما بقى الشاشه الوسطيه، الشاشه الوسطيه نفس الشاشه الثانيه، بس طبعا فيها الابلكيشن بتاعه الان. هنلاقي هنا فيها الان مود. الان مود ده اللي هو بيدينا حاجات عن العربيه، فيها ضغط الفرامل قد ايه، فيها الثروتل اللي هو البنزين عامل ازاي، ده الار بي ام والفتيس سرعه العربيه، وده لاب تايمر ودرجه حراره الموتور. في طبعا عندنا اوضاع الان، لما انا باجي بدوس على زراير اللي على الدريكسيون هنا الان بيديني يحول لي الاعدادات على وضع ان، ويطلع لي اعدادات الان. اعدادات الان بقدر اتحكم في حاجات كتير قوي في العربيه. يعني انا بقدر اتحكم في يعني عزم الموتور، نشوفيه الدريكسيون، نشوفيه السسبنشن، الترانسميشن سريع ولا بطيء، اللي هو الكورونا اذا كان سبورت ولا عاديه او مريحه، نظام منع الانزلاق، وصوت الشكمان. كل حاجه من دول بيبقى ليها سيتنج اقدر اعمله. اللي عجبني جدا جدا في الشاشه دي حاجه الصراحه ثوريه. لما نيجي نخش في السيتنج هنا هنلاقي في الصوت في حاطين حاجه، لانك انت راكب عربيه رياضيه وممكن يكون عربيه يعني عزلها حلو، فعلشان كده حاطين لك حاجه اسمها اكتيف ساوند ديزاين. الصوت بيطلع من السماعات بيعزز صوت الموتور، وتقدر تختار الصوت اللي انت عايزه. يعني هنلاقي عندنا هنا في كذا حاجه، السبورتي صوت الرياضي، او هاي بيرفورمانس صوت التربو بيكون فيه اوضح، تي سي ار وضع عربيات الرالي. وممكن بقى اختار كمان ايه الصوت اللي انا عايزه يطلع اكتر، عايز يطلع صوت الهس ولا صوت البوم ولا صوت الفيس، زي ما انا عايز اختار الصوت اللي انا عايزه واخليه يطلع بالشكل اللي انا عايزه. ممكن اقلل واحد او انقصه. فدي حاجه الصراحه يعني غريبه. يعني بابا دايما كان يقول لي العربيات دي لعبه الكبار. لا فعلا العربيه دي فعلا دي لعبه الكبار، لعبه لاي حد عايز جواه طفل وعايز يلعب في حاجات كتير. هيلاقي العربيه فيها اوبشنز كتير بقى، ويقدر يزود وينقص ويبقى مستمتع بيها جدا وهو ماشي. ادائها مبهر جدا. واخيرا هيونداي حطت ولاعه تاني في العربيات بتاعتها. زي ما احنا عارفين شركه هيونداي وكيا بقوا مش مهتمين بموضوع الولاعات دي خالص، وبدات تختفي من العربيات. اخيرا لقيت عربيه فيها ولاعه، ده انجاز يا جماعه، انجاز تاريخي. من ورا بقى العربيه طبيعيه جدا، مش هنحس ان هي اختلاف خالص عن الانترا.
العربيه من ورا مريحه، المسافه فيها كويسه زي الالنترا العاديه. احلى حاجه في العربيه دي المسافه بتاعها، مسافه السقف فيها كويسه جدا، تاخد 5 افراد مستريحين، يعني تاخد في الكنبه 3 افراد وهم مستريحين. العربيه صالون بامتياز، عربيه انا شايفه ان هي عمليه وفي نفس الوقت رياضيه. احلى حاجه بقى هنشوفها في الشنطه، تعالوا نشوف مع بعض. دي عربيه رياضيه وعشان كده هيونداي عملت فيها انتي رول بار. هنلاقي ان هو في العربيه البار اللي هو بيحاول ان هو يحافظ على توازن العربيه، بيبقى رابط الشاسيه من ورا بشكل كويس. العربيه بقى ادائها يعني حاجه خرافه. هنبدا دلوقتي بقى نركب مع بعض ونستمتع باصوات البكبكه والطقطقه ونشوف مع بعض. بتشد روحك معاها وهي ماشيه. يعني انا ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان اركب عربيه الانترا وتطلع اداء بالشكل الغريب ده. العربيه فيها تكنولوجيا كتيره جدا، محطوط فيها يعني مبذول فيها مجهود كبير قوي. انا حاسه الصراحه العربيه مختلفه عن اي عربيه الانترا، اداء رياضي غريب عجيب انا مش مستوعبه لغايه دلوقتي. العربيه فيها شويه تكنولوجيا كده خيال يا ناس. العربيه فيها يعني ليميتد سليب ديفرنشال او الكرون لوك، رغم العربيه دفع امامي، ده بيساعد العربيه في المنحنيات بشكل فظيع جدا ان هي تاخد المنحنى بشكل قوي، لان هو بيوزع القوه على العجل بشكل العجله اللي محتاجه العزم اكتر بيوجه لها العزم. وحاجه كمان العربيه فيها الكترونيك سسبنشن متميز جدا. العربيه في لو تكون داخله على منحنى ولا حاجه بتحس ان العربيه ناشفه وماسكه في الارض مش بتعوم منك وانت داخل. كمان العربيه الموتور الرائع جدا 2000 سي سي تيربو بيطلع 276 حصان، وضغط الزرار هتلاقي نفسك وصلت ل 286 حصان. تحس ان العربيه عزمها قوي جدا وبتسحب معاك ونعم. اما بقى بالنسبه للفتيس ال8 سرعات الدول كلاتش الويت ده حكايه تانية. العربيه لما بديها كده وانا ماشي بتعرف تختار النقله امتى، الريشيو بتاعته معموله بعنايه. تحس ان العربيه يعني الفتيس بيستجيب بشكل حلو جدا. العربيه مغريه جدا، يعني انتوا مش متخيلين مدى الاغراء. انت لما بتلاقي في غرزه قدامك حتى لو ضيقه بتلاقي رجلك بتاكلك، انت عايز تدوس بنزين عشان تاكلها، انت فاهم؟ اي حد جنبك بس مجرد ان هو بيبص لك كده انت ايه يا عم الحاج، لا تعالى. دي هي صحيح الانترا بس يعني القلب بتاعها قلب الماني. العربيه دي زي ما احنا عارفين التكنولوجيا اللي فيها تكنولوجيا المانيه صرف. العربيه ادائها فوق المبهر، والغريب ان ده في الانترا. يعني العربيه الانترا دي عربيه تاكسي، الناس كانت بتستخدمها عربيه عائليه، عربيه سفر، عربيه سيدان. يعني كل الناس بتحلم ان هي تجيب عربيه سيدان مريحه وحجمها كويس وكده في السفر، لكن تطلع اداء بالشكل ده دي حاجه غريبه جدا. زي بالظبط لما تكون انت رايح فندق بتلاقي فيه شامبو وصابون، هي الانترا بالظبط عامله زي الشامبو والصابون دول، العربيه تدي الغرض وخلاص. لكن العربيه اللي معانا النهارده لا، العربيه رياضيه وتقدر تنافس بشكل كبير جدا. يعني انا مثلا العربيه دي دركسيون عبقري، يعني بتحس بالطريق بشكل كبير. انا في اي عربيه هيونداي قبل كده ما كانش فيها دركسيون بالشكل ده. لما بحط العربيه على الان مود الدركسيون بيتقل جدا، وبتحس كمان انك انت يعني حاسس بالطريق. التوجيه بتاع العربيه بيبقى ممتاز، وفي نفس الوقت العربيه مش بتتزحلق. ده طبعا بالفضل للاطارات من ميشلان الكونتاكت سبورت 4 اس. دي اول عربيه من الفئه دي اشوفها بتنزل من المصنع بالكاوتشات دي. الكاوتشات دي فيها جريب غير طبيعي، العربيه تحس ان هي ماسكه في الارض مش يعني. فهي تركيبه غريبه جدا. طبعا هم مهتمين بالاداء بشكل كبير، وفي حاجات كتير سقطت منهم زي استخدام الخامات. العربيه فيها بلاستيك كتير بس مش مهم. العربيه فيها نور اصفر عادي، وفيها حاجات كتير غريبه بس برضو مش مهم، لان العربيه ادائها يشفع لها. حاجه مبهره جدا. الانترا ان ممكن نستخدم لها بنزين لغايه 92، وده متسجل على غطاء التانك من المصنع.
طبعا الحاجه الغريبه جدا في العربيه دي ان مفيش فيها رادار، هي فيها emergency braking بس السمارت كروز كنترول مش موجود. عموما انا مش محتاجه، انا محتاج عربيه رياضيه. انا في معظم الوقت رغم العربيه دي فيها نظام اللين كيب اسيست ونظام اللين فولوينج اسيست، لكن انا مش محتاجهم خالص. انا طول الوقت اقفلهم لان انا ببقى راكب العربيه دي وعايز استمتع بسواقتها، بالاصوات اللي طالعه منها، بالاداء الرياضي، سواء بالموتور او السسبنشن او الترانسميشن. حاجه رائعه جدا. فانا مش محتاج ان العربيه يكون فيها وظائف اضافيه. العربيه تصميمها مميز جدا، وانت ماشي هتلاقي الناس كلها بتبص عليك. يعني انا مفيش مكان وانا ماشي فيه غير مع عربيه لفت النظر، لان هي شكلها هجومي بشكل غريب. العربيه فيها بادي كيت نازله من المصنع، انا مش معدل حاجه. كل ما حد يقابلني يقول لي هي العربيه دي مركب لها البادي كيت ده، اقول له لا. العربيه دي بتطلع الصوت ده، انت معدله عشان تطلع الصوت ده؟ اقول له لا. العربيه الشموع بتاعها بيطلع اصوات بكبكه بقى وطقطقه، وصوت التربو واضح جدا. حاسس العربيه ادائها هجومي بشكل غير طبيعي. يعني دي مش الانتر يا جماعه، يعني دي ممكن نحط ان هي مثلا تكون عربيه جولف ار او بي ام او اودي. العربيه ادائها مبهر. الالمان لما حطوا مناخيرهم في تصميمات عربيه هيونداي بقت عربيه هيونداي في منطقه تانيه خالص. فيعني انا بحيي هيونداي على المجهود اللي بذلته في العربيه دي. عايزك يا احمد تقول لنا رايك في العربيه الانتر لاين بمنتهى الصراحه والوضوح. يعني انت لما بتعمل كده هي عربية فجرة، بس حاسب مش هتقف. الله 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 الله. اركب يا اخوي. عشان كده حبيت تقول لنا رايك في العربيه لا، عربية جميلة جدا، ممتعة في قيادتها، وهنلبس بيها قريب كده. والثبات بتاعها كويس جدا. بس نزلني. بس مش هتلحق زمان عشان الكاميرات. هو الكيرف ده على سرعة. الحمد لله. الله يسلمك. كده خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكون العربيه اللي نقدر نعملها عجبتكم.